مكتب الإعلام هو الحلقة الواصل بين المجتمع والبلدية بصبراتة. نحاول إيصال رأي المواطن لعميد البلدية والأعضاء، أيضا ونحاول توضيح للعامة شنو يدير مجلس البلدية صبراتة وشن دوره وأهميته أيضا داخل المدينة. الآيراي تعاونت مع وزارة الحكم المحلي. من خلال التعاون هذا حاولت انها تدير ورشة عمل او ايفنت لأعضاء المكاتب الإعلامية في البلديات، ومن خلال مراسلات من وزارة الحكم المحلي تعرفنا على الآيراي. اكيد ما فيش حد ما يبيش يطور من نفسه، وما فيش مؤسسة ما تبيش تطور من نفسها، فهذا ليش يعني ما تخلفناش على الاشتراك، وبالعكس كان لنا شرف في الاشتراك في الورشة هذه. من الدورة تعلمنا عدة نقاط، سواء كانت على مستوى التصوير أو على مستوى تحضيرك للشوتس اللي بتاخدهم أو الفيديوهات اللي بتاخدهم أو المحتوى الأخير اللي بتقدمه للمشاهد وللمتلقي. من أساسيات باش توصل المشكلة هذه للناس إنك تجيب أطراف المشكلة هذه والمتضررين من المشكلة هذه وتدير عليهم تقرير وتنزلها للناس باش الناس تعرف حيثيات المشكلة من جميع الجوانب. عشان كان هذه صرف صحي مياه ملوثة، يعني كلنا عارفين مياه ملوثة. لما السمك بيعوم وحده وبياكل يعني الغذاء نتاعه الواحد بتبدا يعني موجودة في هو نفسه، لا قدر الله لو في مرض او في حاجة بتلقاها فيه هو في الحوت نفسه. وعندك هنا في نص المدينة طبعا زي ما تشوف هنا هو موجود، قصدي في نص المدينة عندك الروائح تأثر مثلا على المحلات، على الناس اللي جاية من برا، بما انها وقتها فكرة جميلة على صبراتة بشواطئها ومدينتها الحلوة. يعني المواطن البسيط اللي عايش في المدن الليبية بشكل عام يتأثر بالحاجة اللي تكون تمسه هو شخصا أو تمس الناس اللي زيه، فالصورة لما توصلها من أرض الواقع وتكون واقعية بشكل أن المواطن نفسه يحس أنه هو جزء منها، فأكيد توصل له الفكرة وتغير له حتى النمط بتاعها. نبغى نحكي طبعا على البيئة والمياه والبيئة والصرف الصحي وتأثيرها على البحار وعلى المواطن. فطبعا احنا متاثرين منها ونحاولوا نتفادوا في الاماكن اللي نتصيدوا فيها ونبعدوا عليها، ولكن التيارات المائيه ما هيش ثابته كل يوم، يعني او مرات حتى كل 3-4 ساعات من اتجاه، فبيوصلنا لازم تحت. حاسس اننا بديت جزء من حل المشكله وحتى ايصال الصوره للمواطن او المسؤول انه فيه مشكله قاعده صايره في صبراتة، واحنا كل يوم يمر كل ما تزيد تتفاقم المشكله هذه، فيعتبر المشروع هذا والفيديو هذا حتى ولو كان ببساطه هذا التقرير يمس بشكل كبير مدينه صبراتة، وحاسس اننا جزء منه وحنأثر ان شاء الله تعالى في القرارات الجايه.